الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين. الحمد لله على نعمة الإيمان. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الفضل كله، ولك الثناء والجلال والجمال والبهاء كله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم ارض عنا رضاء لا سخط بعده يا رب العالمين، حتى نلقاك يوم القيامة وأنت راض عنا. اللهم شاف مرضانا وعاف مبتلانا، وارحم موتانا، وأصلح أحيانا، واجعل الجنة مسكننا ومأوانا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين. أحبتي في الله، أولا أعظم الله أجركم وأحسن الله عزاءكم، ورحم الله المتوفى وأسكنه فسيح جناته إن شاء الله. إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعزي أخونا الأستاذ داود وعمومته وأبناء عمومته، والعزاء عزاؤنا جميعا. رحم الله المتوفى، زارنا ذات يوم إلى مكان، عندنا مكان فيه ذكر يسمى الزاوية، ونشهد له أنه كان من الذاكرين وكان من أهل الذكر، وجلسنا معه ما يقارب تقريبا حوالي 3 ساعات. والله كان كلامه كله بذكر الله تبارك وتعالى وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان دائما يوصينا: فليا ابني عليكم بذكر الله، أكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأحرصوا على مجالس الذكر، أحرصوا على مجالس الذكر. نعم يا أحبة، إذا مات المؤمن ترك أثرا سنكتب ما قدموا وآتوا. فالمؤمن مستريح من هم الدنيا ومن عناء الدنيا ومن شقاء الدنيا ومن تعب الدنيا، لأنه انتقل إلى رحمة الله تبارك وتعالى، لأنه فرح بلقاء الله تبارك وتعالى. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كنت بجانب النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت: قلت له: يا رسول الله، من منا يحب الموت؟ كلنا بنكره الموت، حدا بيحب الموت؟ قال: ليس هكذا يا عائشة، وأما المؤمن إذا كان في إقبال إلى الآخرة وإدبار من الدنيا كشف الله عنه الحجاب، ورأى ما أعد الله له تبارك وتعالى من النعيم المقيم، من الجنان، من الحور العين، من القصور، من البساتين. عند ذلك يحب لقاء الله فيحب الله لقاءه.
وأما الكافر والعياذ بالله تعالى كذلك يكشف الله عنه الحجاب ويرى ما أعد الله له من العذاب ومن الغساق وكذا وكذا، عند ذلك يكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. لذلك ورد في الأثر: ارتقبوا من موتاكم ثلاث، يعني ثلاث حالات: إما اصفرار وجه، وإما ابتسامة ترتسم على الشفاه، وإما دمعة نازلة. فمن رأى على ميته إحدى هذه العلامات فليستبشر وليعلم أنه مات على الإيمان، لأنه عندما يرى مقامه في الجنة وأن الله تبارك وتعالى أبدل مقامه الذي من النار بمقام في الجنة، عند ذلك يتفصد عرقا خجلا من الله تبارك وتعالى، ويتكلم بنور الله تبارك وتعالى فيصفر لونه. درجة أعلى من ذلك يبتسم. كثير شفنا من الأموات قال فلان وكأنه يضحك وكأنه مبتسم. لماذا؟ عندما يرى ما أعد الله له من النعيم يبتسم فرحا بلقاء الله تعالى. وأعلى درجة أنه تنزل له دمعة عند النزع الأخير. في الدنيا يا أحباب سيدنا أبو بكر الله يرضى عنه عندما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الهاجرة وطرق عليه الباب، خرج أبو بكر: بأبي وأمي أنت يا رسول الله، ما أخرجك في هذه الساعة؟ قال: إن الله أذن لي بالهجرة يا أبا بكر. قال: الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة يا أبا بكر. وإذا بأبي بكر صار يبكي فرحا بصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول السيدة أسماء: ما رأيت أحدا يبكي من الفرح آنذاك كما رأيت أبي يبكي من الفرح. طيب سيدنا أبو بكر يبكي لأنه سيصحب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا المؤمن يبكي عند الموت يا شباب؟ لماذا تنزل له دمعة عندما يبشر بلقاء الله ويرى مقامه في الجنة؟ يأتيه ملك ويقول له: أبشر الآن ستلتقي برسول الله، الآن ستلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك عندما يوضع المؤمن في قبره ويأتيه الملكان السائلان: من هو ربك وما هو دينك وماذا تقول في هذا الرجل؟ يجيبهم بلا خوف ولا وجل: الله ربي، والإسلام ديني، والقرآن دستوري، والكعبة قبلتي، والمسلمون إخواني وأخواتي، وأنا عشت ومت على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم ينظر عن يمينه وإذا برسول الله عن يمينه يقول: نعم إنه محمد بن عبد الله جاءنا بالبينات من ربه فآمنا به وصدقناه. هذه بشارة من المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. اللهم اجعلنا من الذين يبشرون في الدنيا يا رب العالمين برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. كفانا في الجنة أن فيها رسول الله. قيل لأحد الصالحين: ما في الجنة؟ قال: يكفينا أن فيها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، والحمد لله رب العالمين.